السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم قناة كريم فاميلي، ورب دايما تكونوا بخير. القصة النهاردة اوعى تزعلها. القصة دي قصة رعب، ولو زعلتها هيحصل لك اللي انت مش عايز تشوفه ابدا. القصة دي بيحكي فيها: عندما تزوجت هند اخبرتني والدتها بصوت فيه جدية ورعب لا تغضبها او تحزنها لأي سبب كان، فهي ليست زي اي بنت بطبع. طبعا بيقول صاحب القصة: افتكرتها نصيحة زي اي ام عادية لجوز بنتها ومفكرتش في الموضوع كتير. عشنا 3 سنوات في الحياة الزوجية عادي خالص لحد حصلت الليلة المشؤومة. كان النقاش بيني وبين هند بسيط في البداية، ولكنه تحول لجدال جامد وحاد واللي وصل لمرحلة الزعيق والخناق. اخطأت في النهاية وخرجت غاضب من غير ما اعتذر لها، وما كنتش اعرف ساعتها ايه اللي هيحصل. بتكون سلسلة من الاحداث الغريبة اللي هتغير حياتي للابد. في اليوم اللي بعد كده بدأت ألاحظ تصرفات هند الغريبة. عندما عدت للمنزل في المساء كانت تجلس في زاوية المطبخ توصل السقف بنظرة غريبة ومخيفة. لاحظت لأول مرة إن شعرها الأسود الطويل يوصل لحد رجلها كان بيلمع بطريقة غير طبيعية في الضوء الخافت. حاولت اتكلم معاها بس هي ما بتردش. قعدت تبص للسقف بطريقة مش طبيعية، زي ما يكون بتشوف شيء انا مش شايفه. مع مرور الايام زادت تصرفاتها غرابة وحاجات غريبة بتحصل وتخوف. كنت بشوفها بتبصلي بطريقة مخيفة وزي ما يكون بتعرف حاجة مخيفة عني. فمرة كنت تركتها في غرفة الجلوس، رحت الحمام، بصيت فجأة لقيتها واقفة ورايا بهدوء تبص بنفس النظرة المزعجة. وصلت الأمور لليلة صحيت فيها عند الساعة 2 الصبح بسبب العطش. دخلت المطبخ أشرب مية، لقيت مشهد خلى قلبي يقف من الرعب والخوف. كانت هند واقفة على الحيط، ساندة على الحيط زي ما يكون زي العنكبوت بالظبط. واقفة بتبص بنظرة خوية ومخيفة. حسيت إن في كابوس، لكن الألم في صدري وضح لي وأكد لي إن أنا صاحي مش نايم. هي كانت واقفة على الحيطة بإيديها ورجليها زي العنكبوت بالظبط واقف على الحيط. في اللحظة دي ما استحملتش وقمت من السرير خايف ومشيت جنبها وهي بتبصلي بنفس النظرة المرعبة. مسكت الهاتف واتصلت على مامتها في لحظتها. قلت لها اللي حصل. قالت لي: مش قلت لك ما تزعلهاش ولا تحزنها ابدا؟ قلت لها: عرفت بمشكلتنا ازاي؟ قالت لي بصوت فيه رعب: مراتك معايا من يومين وليه ما جيتش تصالحها؟ قلت لها: ازاي ده هي موجودة معايا هنا. فاتجمدت في مكاني ومش قادر اصدق اللي بسمعه. ازاي هند مع مامتها وهي في نفس الوقت هنا معايا في منزلي؟ بصيت لهند اللي بتقف في نص الغرفة دلوقتي وافتكرت التحذير وبدأت أركز في الكلام. بدأت تتغير ملامح وشها ببطء وظهر عليها تعبير شيطاني. فهمت وقتها ان انا في وجهة قوة مش طبيعية، قوة مش بشرية. ببطء بدأت هند تبصلي وتقرب لي وعينها واسعة بتلمع وتخوف في نفس الوقت. شعرها بيلف حواليها وحاولت التراجع بس بصراحة رجلي ما كانتش شايلاني. حسيت ان انا استمرت في مكاني وحسيت زي ما يكون الحياة بتسحب والنفس بيسحب مني. وصلت هند المسافة قريبة مني. توقفت فجأة، لمست وجهي وحطت ايدها على وشي وقالت لي: مش حذرتك؟ في اللحظة دي حسيت ببرودة في جسمي كله واغمى عليا. ولما صحيت لقيتني في المستشفى والممرضين حواليا والدكاترة بيحاولوا يصحوني. قالوا لي ان انا كنت في غيبوبة لمدة ايام، وان هم لقوا ان هم حصلوا عليا في منزلي بمفردي. كان جيراني قعدوا يخبطوا، ما رديش عليهم، كسروا الباب لقوني. بعد كده عرفت ان والدة هند جات لزيارتي واكدت ان انا كنت تحت ضغط نفسي كبير، بس ما قدرتش اتخلص من الشعور ده ان هو مجرد هلوسة. هو ده مش هلوسة، ده حقيقي. انا واثق ان هو كان الموضوع حقيقي. سبت هند وما رجعتش من المنزل اللي حصل فيه الاحداث دي. والناس بعدها بيقولوا ان انا اتجننت والناس في حاجات مش طبيعية. وبس البيت ده فعلا كان مخيف. البيت ده كان فيه حاجات مش طبيعية، ومن ساعتها ما رجعتش لهند تاني.
وهنا اتعلمت درس مش هنساه ابدا في حياتي. وبهنا القصة انتهت، ويا رب يكونوا دايما بخير، ومتنسوش الاشتراك واللايك والشير.